عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني بعد فوزه على مضيف ريال بيتيس ب2-1 في لقاء مؤجل عن الجولة 17. ليوسع بذلك الفريق الكتالوني الفارق مع مطارده ريال مدريد إلى 8 نقاط مؤقتا بعد أن حقق فوزه السابع توليا في جميع المسابقات. كأنهم يرقصون على جراح غيرهم والكل يسير بتشجيع اللون الأخضر. ريال بيتيس الأندلسي كان سلامه متشنجا بعض الشيء مع متصدر الليغا برشلونة. القادمون من كاتالونيا بمدربهم تشافي يعلمون ما ينتظرهم فيما عقدت الاجتماعات بكثرة الأغلبية في بلاد الأندلس للإطاحة بالضيف الثقيل. المقدمات مسحت من خارطة المحاولات البسيطة لأن رافينيا التهم المسافات وقام بالمطلوب منه، لكن حارس مرمى الأندلسيين روي سيلفا كان في الموعد. ريال بيتيس عاد ليوازن القوى ويهدد مرمى تيرشتيغن بتسديدة لم تغير معها نتيجة الحوار. ليفاندوفسكي ارتقى بأحلام الكتالونيين لكنه لم يصل لسدة التهديف. بيدري الذي بات يحمل ثقل مواجهة البلاوغرانا لم يحسن التدبير أمام البرتغالي روي سيلفا. المشهد الثاني وصل فيه حارس مرمى ريال بيتيس تقديم عروضه الجيدة واقفا أمام رغبة بيدري في التهديف. ضغط برشلونة وصل في منطقة الأندلسيين وكالعادة الضغط يولد الانفجار. رافينيا قام بالأهم وهو تغيير عداد المواجهة إلى 1. برشلونة اتضحت أمامه الرؤية وأخرج ريال بيتيس من أماكنه لمضاعفة الحصة. ما بحث عنه البلاوغرانا جسد على أرض الواقع، ومن غيره يسجل سوى الجوليادور روبرت ليفاندوفسكي أول ظهور له بعد الإيقاف. كان ذلك قبل أن يسجل زميله كوندي هدفا في مرمى فريقه عن طريق الخطأ. برشلونة حقق الأهم بفوز ثمين وأضاف 3 نقاط إلى رصيده، فيما ريال بيتيس عادت به دواليبه إلى خانة النتائج السلبية.